انا جبت لكم الموتور الصغير ده نص حصان نتعلم عليه، هنفكه حته حته ونعمل الهندسه العكسيه بتاعتنا اللي بنحبها علشان نتعرف على اي معده، وهنعرف كل حاجه عن موتور الميه من البدايه من الزيرو ولحد ما تكون محترف مواتير ميه ان شاء الله. انا احمد داوود دكتور هندسه. دكتور هندسة. ادي الموتور، موتور بسيط. الموتور مكون من شقين، شق كهربي هنا الملفات الكهربيه والمكثف هنا، والشق الميكانيكي هنا الساقيه او الامبلر المسؤول عن رفع الميه. الميه عموما بتدخل من هنا وبتطلع من هنا عن طريق الساقيه اللي بتلف وترفع الميه. طيب في الاول كده هنفك الجزء الميكانيكي ده ونتعرف عليه حته حته. في هنا 3 مسامير هنفكهم ببيبه 8. طبعا انا بفك دوريا علشان اعمل له صيانه، علشان بنضف الصدى اللي هنا. هي دي الساقيه بتلف كده بالشكل ده كده عشان ترفع الميه. تمام. وده وش التوجيه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص، الميه بتدخل من هنا وبعدين تنزل في الفتحه اللي هنا اللي هي دي، شايفها؟ طيب الميه بتيجي هنا تلاقي الساقيه بتلف كده. ركز بقى في الحته الجايه دي عشان دي تركايه مهمه جدا. الساقيه لما تلف كده تعمل ايه؟ الميه تلف كده تلاقي البروز ده تقوم طالعه من المكان ده، الفتحه دي. شايف الفتحه دي اهي؟ الميه تلاقي الفتحه دي كده تقوم طالعه من المكان ده لفوق. فين التركايه بقى؟ التركايه في المكان ده. البروز ده المفروض يقابله بروز شبهه تاني ورا الساقيه هنا. طيب لو فكينا الساقيه بنفكين كده من هنا، واحد كده وواحد كده، وترفع ترفع 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 لحد ما تطلع معاك. لما تطلع بقى ايه؟ بص، في مكان هنا بتاع خبور، اللي هو اهو ده. شايف الخبور ده؟ ده علشان يثبت الساقية بالمكان ده كده، يثبتها مع الاكس عشان يلفوا مع بعض، عشان لما العمود بتاع الدوران بتاع الموتور ده يلف في الساقية معايا يطلع. ده مكان دخوله هنا وادي الخبور. تمام. فنخليه مع الساقية كده. فين التركية بقى اللي بقول لك عليها؟ شايف البروز ده لازم يمشي مع ده، الاتنين يمشوا مع بعض وباينه اهي. يعني شايف الانحناء ده؟ الانحناء ده هو اللي بينطر الميه كده، يبقى معنى كده الميه لازم تمشي كده. كل الكلام ده مهم عشان تبقى انت متخيل حركه الموتور او حركه الساقيه ماشيه ازاي، لانه احيانا هنشوف بعد كده لما توصل كهرباء ملفات الموتور بالعكس بتلاقي الموتور بدل ما بيلف في اتجاهه الصحيح كده، لا بيلف العكس كده، وبالتالي مش هيرفع ميه، لان الميه هتيجي كده مش هتترفع. هي الميه عايزه الانحناء ده عشان ترفع. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ان انا لما افك الوش ده بقى، الوش ده لو انا اتلخبطت وركبته ما ركبتوش في وضعه الصح، برضو الميه مش هتترفع بشكل كويس او ممكن ما تترفعش اصلا. برضو في حاجه ثالثه ممكن تسبب ان العمود ده يدور بالعكس، ان انا اركب الاستيتور ده بالعكس، وده هنشوفه بعد كده. يعني لو ركبت الاستيتور ده بالعكس الحركه برضو هتعكس، فبدل ما يمشي في اتجاهه الصحيح كده هيمشي كده، وبالتالي الميه مش هترفع. كل دي عيوب خبيثه ممكن تؤدي ان الميه ما تترفعش، وابقى انا مش عارف ايه السبب بالظبط. طيب خلينا نكمل ونفك الوش ده بالشاكوش ده كده، ونخبط بطريقه بسيطه. ممكن وسط مفك اقعد في المكان ده كده. بلاقي هنا المروحه دي لما الموتور بيلف، المروحه دي مسؤوله عن تبريد الموتور عشان بتلف مع العمود بتاع الموتور فبيعمل عمليه تبريد. ابدا بقى افك كل ده. عايز افك الوش ده، ففي مسمار هنا ومسمار 3 مسامير. لما افكهم هطلع الوش ده. طيب انا الاول افك المروحه، بفكها مفك من هنا ومفك من هنا، افضل اطلع كده بالراحه تطلع بيبقى 8. المسمار التاني ده بقى ارفع. ده البيرنج او البل، ده شكل الكهرباء ودي ملفات الموتور هنتكلم عليها كمان شويه. افك بقى ده شافوش كده
بالراحة خالص. طلعت الموبينة او العمود الدوار، وده ملف الموتور. ده اللي بقول لك عليه بقى. الاستيتور ده هو راكب كده، لو انا جيت واتلخبطت وركبته كده، اتجاه حركة الموبينة دي هيتعكس، هيبقى بدل ما هو اتجاهه الصحيح هيقلب، فمش هترفع المية. هي دي بقى الموبينة او العمود الدوار او الروتور. بتلف هنا على بيلي او بيرنج. وفي هنا ميكانيكال سيل، في تيلة اهي، وتحتها بقى الميكانيكال سيل او الاول سيل زي ما بعض الفنيين بيقولوا عليه. الميكانيكال سيل ده وظيفته ان هو يمنع مرور الميه، ما يدخلهاش على البلي، لان البلي لو دخل له ميه هيقفش، والموتور لو دخل له ميه هيتحرق. الميكانيكال سيل ده بقى لو في مشكله بتلاقيه بيسرب ميه. يعني لو انت لقيت عندك الموتور بيسرب ميه من تحت كده، المكان ده كده، يبقى في مشكله في الميكانيكال سيل. ده اللي بقول لك عليه. انا ممكن اركب ده كده مثلا بالوضع ده كده، تمام. طيب شفت بقى البنز هنا فين؟ البنز هنا كده اهو. وانا لما اجي اركب الوش، متخيل بقى ان انا مركب صح كده، الاقيه ما رفعش ميه. ليه؟ علشان البنزين دول مش مع بعض، عشان ده مش مع ده، المفروض الاتنين مع بعض زي ما قلنا لفوق كده، عشان الميه تلف في المكان ده وتيجي هنا تتزحلق على فوق. تمام. ده بقى زي ما قلنا اسمه الروتور او العمود الدوار او الجزء المتحرك من الموتور او البوبينه، الاسم الشعبي بتاعها احنا بنقول عليها بوبينه. والعمود ده بيبقى مربوط فيه الساقيه، بتلف علشان تلفف الساقيه معاها فترفع الميه. بتلف ازاي؟ لما كهرباء بتوصل للملف بتاع الموتور، ده ملف الموتور. كهرباء لما بتعدي في ملف، واحنا درسنا الكلام ده في ثالثه ابتدائي، ايه اللي بيحصل؟ بيتولد مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده بيعمل على تدوير العمود الدوار ده او الموبينه دي، بتلف بتلف في الساقيه وترفع الميه. نجمع بقى الروتور او الموبينه. بالمناسبه ده اسمه ستيتور. الملف في المكان ده كده، الشاسيه ده كده، ده كده اسمه ستيتور. ده الجزء الثابت اللي بندخل فيه التيار الكهربي فبيولد مجال مغناطيسي بيدور الروتور. تمام. بندخل الموبينه وبجمع الاند بليت. البلي اهو بيدخل في الاكس كده. ابدا بقى اجمع المسامير دي. بربط كده، بحاول اوزع القوة بين المسامير، مفيش واحد اشد عليه جامد قبل حد تاني. ابدا اركب الساقية. فين الخابور؟ اهو الخابور كده. اركب الخابور، ركبت الخابور وبعدين اركب الساقية مكانها مع الخابور كده. طيب ابدا اركب وش التوجيه. شفت ادي البنز اهو، البنز اهو كده. ابدا اربط المسامير بتاعت الوش. تمام. اركب المروحه. المفروض تتحرك بالوضع ده لورا كده علشان الميه تيجي في المكان البنز اللي قلنا عليه وتترفع لفوق كده. الموتور ركب. ابدا بقى اجرب في اي قفله ولا حاجه بالسكه. تمام. نشوف بقى في اي اتصال بين الملفات وبين جسم الموتور. مفيش كده. تمام. اطمنا. نبدا نجرب بقى كهرباء، طرفين كهرباء. بيلف في الاتجاه ده، يبقى التوصيله كده صحيحه، الساقيه هترفع الميه لفوق كده. فلو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.